والكركديه ده كنت واخده من عند ماما، كان عندها كركديه حلو قوي اللي هو السوداني ده اللي هو بيبقى مصفر. خدت منها حبه بصراحه حلو قوي، بحب الكركديه زي التمر كده، بس انا جبتش تمر خالص، بجيبه كده بالطلب لان انا مش حابه ان احنا يبقى عندي التمر، لان طبعا مش حلو خالص. آم، وخايفه برضو يتعب الاولاد ولا حاجه. فهفضي كده البلح بتاعي. انا عندي العلبتين اللي انا كنت جايباهم في فيديو المشتريات، اللي هم عليهم البومه دي، حلوه قوي لونهم حلو قوي عاجبني. حطيت واحده الكبيره دي حطيت فيها البلح، ما شاء الله اللهم بارك، خدت كيلو. والتانية رفيعه الطويله دي خدت نص كيلو، هتاخد البلح الطري. ما شاء الله اللهم بارك بالظبط، يعني مليتها بالظبط الكيلو بتاعها. وهبدا افضي بقيه الحاجه بقى ببطرمانات، بصراحه بتبقى احلى كتير لما تكون في اكياس وكل شويه تفتحي في الاكياس. انا عودة حياتي ان انا افضل افتح في الاكياس المربطه دي، ما بحبش خالص الحوار ده. او افتح الدرج او ظرف الاقي كله اكياس، بجد بتعقد منهم. بحب كل حاجه ده افضيها ببطرمانات او في علب، بجد بتنظم